رياض الصالحات الطيبات هي الحور التي ملأت حياتي، فكان عطاؤها في البيت نورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد فأحبتي في الله. كان لمعن بن أوس 8 بنات، وكان يقول: ما أحب أن لي بهن رجال. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه: ما مرض المرضى ولا أذهب جيش الأحزان مثل البنت الصالحة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: من عال جاريتين حتى تبلغ كن سترا له من النار. ومنى عائشة رضي الله عنها دخلت علي امرأة مسكينة ومع ابنتان لها، فسألت عائشة، أعطتها 3 تمرات، فالأم أعطت لكل بنت تمرة، فأكلت كل بنت تمرتها، ثم أخذت الثالثة لترفع إلى فيها، فاستطعمتها بنتاها، فقسمت التمرة شطرين، وأعطت هذه شطرا وهذه شطرا. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، قال: فإن الله تعالى أوجب لها بذلك الجنة وحرمها على النار. الله تعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وجود البنت في حياتك، البيت الذي ليس فيه بنات تشعر أنه فيه ظلمة، فيه كده وحشة، والبنت تشعر في البيت بونس عجيب. لهذا أذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت فاطمة إذا جاءت إليه قام إليها وقال: مرحبا بابنتي، وقام إليها وقبلها بين عينيها وأجلسها إلى جواره. وكانت فاطمة إذا أتاها رسول الله تصنع ذلك. ولما مرضت عائشة رضي الله عنها دخل عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: كيف أنت يا بني؟ وقبل خدها رضي الله عن الصديق. وسبحان الله العظيم، حين نتكلم عن البنات نجد أن من البنات بنات صالحات قمن بتمريض الآباء. بل أنا أعلم من البنات، أنا أشهد على هذا حقا، رجل مات ولم يكن له إلا بنات صغيرات، سبحان الله، قريبة له كانت بنتا، وجدت منها بطولة عجيبة في سداد دينه وفي أداء مصالحه وفي القيام بشأنه، فتعجبت من ذلك فعلا. فبعض الناس، أو كان في الجاهلية عياذا بالله، كان الرجل يستعر، يعني أنه يشعر بالعار إذا رزق بنتا. وعرف في الجاهلية أمر يسمى وأد البنات، حتى قال رب العزة تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة لا ذنب لها، لكن هذا تبكيتا لقاتلها. جاء الإسلام يحارب ذلك ويحيي الموءودة. وسبحان الله العظيم، فعلا حقيقة البنت في حياتك تشعرك بالأنس والرحمة، لكن هذا حين تحسن تربيتها، حين تحسن تعليمها، حين تحسن تأديبها. فاتعبوا أيها الآباء وأيتها الأمهات في تأديب البنات، بالذات البنات. لماذا؟ أنا لا أخاف على البنت من الأولاد الذكور الذين يلقونها في الطريق، إنما أخاف على البنت من زميلتها، من صديقتها التي تسايرها وتمشي معها، فلا يفسد البنت إلا البنت، هذا في الغالب. فاحترسوا على بناتكم وعلى أولادكم، علموهن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والأداب والأخلاق، واصبروا على ذلك، فإن في ذلك مرضاة
لربنا تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا أولادنا. تشدو الدنيا فرحا معنا بسملة الدعوية والأمل المشرق يتبعنا.